بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائي، يا رب إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. يوم 1/8 كشف لنا جهاز الأمن الوطني الأبطال فضيحة جديدة وسراق جدد تضاف إلى سرقات القرن بعد بيع الحدود وسرقات الحدود والبوابات واستباحة الحدود إلى آخره. ما أريد أطيل عليكم، نتابع احنا وياكم هذا المقطع ونرجع نكمل كلامنا. ابواب مخفيه او مموهه. هذا الباب المخفي ضمن ديكور الحائط ايضا باب اخر. تفتح هذا الباب تلقى باب اخر ايضا. ضمن هذا الحائط يوجد ديكور، وضمن الديكور يوجد باب اخر. هذا الباب يؤدي الى الغرفه الحديديه. هاي غرفه حديديه، باب حديد ويؤدي إلى غرفة حديدية. داخل هاي الغرفة يوجد القاصات الكبيرة. كمية الأموال التي كانت تهرب تجمع في هذا المكان، ومن ثم تنقل ليلا خارج هذا المكان بسيارات خاصة وبموظفين محدودي الدخول لهذا المكان. تحية لجهاز الأمن الوطني ورجاله الأبطال لهذه البشرى السارة. طبعا حسب ما جاء بالخبر، واعتقد أغلبكم مطلع عليه، أنه تمت المداهمات في بغداد وفي محافظات البصرة وديالى والمثنى، حيث أنه في بغداد وحدها لقوا على أو حصلوا على 14 مليون دولار و5 مليارات عراقي، إضافة إلى ألقوا القبض على شبكة لغسيل أموال وتهريب العملة والتلاعب بأسعار الدولار، بحيث يأخذوها بالسعر الرسمي ثم يطرحوها بالسوق، مثل ما يقول السوق العراقي والسوق السوداء، بأسعار مضاعفة. وهذا التلاعب اللي يتم. وكذلك في محافظات البصرة وديالى والمثنى ألقوا القبض على 12 متهم، ولقوا بحوزتهم 300 مليون دينار عراقي و600 جواز، هاي طبعا جاهزة للتهريب، إضافة إلى الصكوك. والصكوك طبعا جاهزة، حط الرقم اللي تريده واطلعوها، كلها تعبر إلى خارج الحدود العراقية، وكذلك أسلحة وغيرها من وسائل التهريب. وشفتوا الشيطنة اللي يوضعون بها، شفتوا جدار تحت جدار، أبواب حديدية، قاصات حديدية، منافذ خاصة. والفيديو أعتقد أغلبكم شايفه، أنه يعني أموال طائلة جدا اللي لقوا عليها القبض، وتمت إعادتها لخزينة الدولة. لكن السؤال اللي يبقى، هل هؤلاء اللي تم إلقاء القبض عليهم هم الرؤوس أم ذول الأذناب؟ إذا كانوا الأذناب، فالذنب يعني احنا ما نقول القانون ما ياخذ مجراه، لا، ياخذ مجراه ويستاهلون وبزايد. وبالعكس احنا ويا الدولة، ونبارك لجهاز الأمن الوطني شفافيته وسرعته لتنفيذ الواجب وإلقاء القبض، جزاهم الله ألف خير. وجهاز نفتخر به كل احنا العراقيين بهذا الجهاز البطل. لكن هو السؤال، احنا نريد نوصل للدماغ الكبير اللي جاي يخطط هالتخطيط هذا، بحيث غرفة تحت غرفة، أبواب حديدية، أبواب مقفلة، جدار وهمي. طبعا هاي ما تمت بين ليلة وضحاها، ولا هاي العملية بسهولة انبنت هذه المسائل. شيء أكيد أكو عقل وراها يدبر، وشيء أكيد ناس تسندها من داخل الدولة، وإلا هاي الأموال شلون تجمعت، وهذه شلون يشتري
من المصرف أو من البنك المركزي بسعر الدولة ويطرح للسوق وهو يمشي بأمان ومحافظ على حاله. إذا وراه صماخ كبير، وراه دماغ، وراه حوت. إحنا نريد ذولا الحيتان يوقعون، إحنا نريد ذولا ينفضحون، إحنا نريد ذولا القضاء العراقي ياخذ مجراه وياهم كائنا ما يكون، مهما يكون مركزه في الدولة، حتى وإن كان رئيس الجمهورية. المفروض تؤخذ هذه المسائل، لأن إحنا ما نلزم الأذناب ونحملهم التهمة وبعد يومين ثلاثة أسيادهم الكبار يطلعوهم، مثل ما شفنا صفقة القرن وغيره وغيره، طلعوا براءة جماعة ورجعت لهم أموالهم وطلعنا إحنا الخطانين. الشعب هو الخطأان. ليش خلى فلوسه بالشارع يا أخي؟ ليش ما حفظت فلوسك أيها الشعب؟ فهذول لقوهن وشالوهن، أنتم ليش متهمينهم؟ لا، إحنا هذا الأسلوب مال إنه أنا عندي ظهر وما أخاف، لا، إحنا نريد نكسر هذا الظهر وننعل أبو الوراه. لازم هذا يتخذ مجراه. يكفي والله صرنا فضيحة قدام دول العالم. قام دول العالم ما تحترمنا، حدودنا مستباحة، أراضينا مستباحة، لا ماء لا كهرباء، واحد لازم علينا الغاز، واحد لازم علينا الماء، واحد لازم علينا الدولار. والله صرنا فضيحة بين دول العالم، والله صرنا مضحكة بين دول العالم. يعني يكفي. بس اللي حقيقة أنا يعني دائما أتحدث حول هذا الموضوع، أقول سبحان الله، كان مكرم السامع أجلكم الله، كان قبل لا يستلم كرسية بالدولة كان عنده نعال بالإصبع ويفتر بيه بالشوارع ودشداش تاكلها وسخ. طيب بين ليلة ويوم صار موظف دولة، صار من أصحاب المولات وأصحاب الشركات وأصحاب الشأن والفنادق والسياحة والمراكب يمتلكها. منين اجت؟ يعني انت بين ليلة ويوم لقيت لك كنز؟ فهمنا. تمشي انت مثلا بالاثار بالناصرية بالعمارة بالبصرة ولقيت هاي اثار، لقيت لك شربة مليانة ليرات ذهب وبعتي، فهمنا يا اخي، فهمنا. بلكت نروح ندور وياك احنا بالاثار، ندور بالناصرية بغيرها، ندش سوي ندور بالموصل، نروح ندور اثار، بلكت نلقى هاي الكنوز. انت ورثت كنوز نمرود نعلة الله على النمرود، فهمني. غير نفتهم احنا، انت منين جيتك هاي الاموال؟ انت كنت قبل ليلة نعالب الاصبع ودشداش تاكلها وسخ، وحسرة عليك استكان شاي بالقهوة. بين ليلة ويوم صرت بالدولة مدير عام، وزير، مدير مكتب وزير، بالرئاسة، يعني أنا أقصد دول المكانات الكبيرة، مش موظف كاتب عرايض، مو هذا اللي قصده أنا. بين ليلة ويوم صعدت شيني في المك منين؟ يعني ما عندنا هذا السؤال، من أين لك هذا؟ ماكو. شو من يطلبون منكم تصيرون يا بسوي لنا كشف ذمة مالية، كلكم تقدموها. زين منين اجتكم الاموال؟ زين هاي كشف الذمة شيء اكيد، هاي الاموال ما كانت بيها، من تخرج انت منين لك؟ معقولة هالوظيفة هاي راتب الوظيفة خلاك انت من الذوات واصحاب الاموال وبين ليل ويوم طقيت للسماء؟ طيب دلونا، رحم الله والديهم، هم دلونا، احنا هم اخوانكم بالنهاية، دلونا على هالدرب اللي تلقون به حتى احنا هم نلقى. ليش لا؟ ليش احنا ضالين على حطتنا، العفو، على هالرنة طحين الشناعم؟ ليش احنا ضالين على الوضع هذا؟ فساعدونا، دلونا يا ايها الشعب العراقي، روحوا لفلان مكان ترى تلقون به ذهب، تلقون به آثار، تلقون به فد شيء، دلونا، ما بيها شيء، الله وكيلكم، ترى احنا هم تكسبون بينا ثواب. بس بين ليلة ويوم انت امس ملاقيني كاتلك الضيم، خذيت لك يومين رجعت لي الساعة ذهب، الماس، الخواتم ما ادري شنو، سيارات 4 5، حمايه بودغارديه، وفتحوا له الباب قعدوا له هذا، صرت الحجي، صرت الاستاذ، صرت سماحه، صرت ما ادري شنو، وبدت الالقاب، يعني ما نعرف الدكتور والاستاذ والخبير وسماحه السيد والشيخ الفاضل الفلاني، ومنين صرتوا؟ يعني بهذن اليومين اللي غبت بيهن عني وحطوك بهالوظيفه هاي، صرت يا أخي دليني، ألف رحمة على والديك، إذا أنت يومين وصرتي كان على استعداد أعطي شهر، شهرين، 6 أشهر، سنة، خلنا نصير مثلك، ليش لا؟ يعني بس أنت الله خلقك وإحنا لا، أنت على راسك ريشة وإحنا لا،
أنت من شعب الله المختار وإحنا المحتار، فهمنا، ما بيها شيء. فنتمنى الدولة وجهاز الأمن الوطني الأبطال من كشفوا هاي الشيطنة وهذه لعب إبليس، والله حتى إبليس يتعلم منكم بهذه القاصات وهذه الأموال اللي تهرب، هاي اللي لزموها. طيب كم اللي بعده ما ملزوم وكم اللي بعده ما مبين؟ اليوم طالعتنا الصحف حقيقة تقول استرداد أحد المتورطين بقضية سرقة القرن من الأردن. اليوم مرجعينا من الأردن كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم استرداد أحد المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من المملكة الأردنية الهاشمية. وحسب ما أجاب الخبر يقول أحد رجال الأعمال المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية من السلطات الأردنية تم استرداده، منوه بأن عملية الاسترداد تمت بإشراف ومتابعة ومباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني. احنا نشد ايدينا على هؤلاء الأبطال انه يجيبون شكو سارق للمال العام ومتلاعب بالمال العام ووضعه تحت القانون وتحت طائلة الدستور حتى يأخذ القانون مجراه. وهذا احنا اللي نتمناه وهذا اللي نريده. احنا نريد تقيم العدالة على هذه الأرض وكل مواطن عراقي ياخذ حقه. لذلك نوجه دعوتنا للسيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني: يا دولة رئيس الوزراء، هاي الأموال اللي جاي ترجع إلى أموال الخزينة وهي من ضمن يعني ما منطوية تحت طائلة الموازنة الاتحادية اللي أعلنتوها وهي الثلاثية لمدة 3 سنوات. فإحنا نقول هذه الأموال ليش ما تقضون بها حاجة مثلا الأسرى، المتقاعدين، المحتاجين، المستشفيات، الطرق، الطلبة، ذوي الدخل المحدود؟ ليش ما تعالجون بها هاي الأموال؟ يعني هاي هسه خارج الحسابات، هاي الأموال خارج حساباتكم، هاي الأموال ما محسوبة ولا هي من ضمن. وهاي الناس جاي تتظاهر وجاي تتعب وجاي تطلع وجاي تنادي وجاي تقول شتاء وصيف، بالذات الأسرى صار لهم 33 سنة، المتقاعدين اللي أفنوا عمرهم في خدمة هذا البلد. طيب ليش ما تدفعون لهم وتحلون قضيتهم وانتهى الموضوع؟ وكان الله يحب المحسنين. فهي لا من ضمن داخل الموازنة. يعني مثل هاي صفقة القرن اللي هي 300 مليار اللي اليوم انعاد واحد من المتهمين بها اللي كان شارد للأردن وطبعا أمواله مطلعها هناك. المهم حسب ما أجى بالخبر أنه تمت إعادتها وانفتحوا حساب مصرفي للبنك لمصرف الرافدين أنه يستقبل هذه الأموال سواء كانت بالدينار أو بالدولار، حيث مثل ما جاء بالخبر. أضافت الدار أن المتهم وجهت إليه تهم عدة تمثلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية وتنظيم تنازل غير حقيقي من هذه الشركات للمتهم الرئيسي في القضية، وهو ما تسبب بسرقة أكثر من 3 تريليون دينار عراقي. حلو. فإحنا وفيما أعلنت الهيئة فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكي من أجل إيداع المبالغ المستردة ومنها أموال الأمانات الضريبية المسروقة. هذا الخبر جميل ويثلج الصدر ويفرحنا، لكن إحنا نوجه الدعوة للسيد دولة رئيس الوزراء بهذه الأموال تدفع لهؤلاء الطبقات أصحاب الحقوق مثل ما دفعت لغيرهم، مثل ما دفعت أموال طائلة لغيرهم وهي لا ضمن موازنة ولا غير موازنة، جرد قلم انطوهم كل حقوقكم، انطوا الأسرى، انطوا المتقاعدين، انطوا ذوي الدخل المحدود، انطوا الناس اللي تعبانة، انطوهم حقوقهم حالهم حال البقية. واحنا مثل ما فرحانين بهذا الخبر ايضا نريد احنا هم نفرح هذه الطبقات. ليش ما تعطوهم حقوقهم مثل ما فرحتونا، مثل ما فرحنا جهاز الأمن الوطني الأبطال
بهذه الأموال اللي رجعت إلى خزينة الدولة وتم إلقاء القبض على هؤلاء الفاسدين أو أذناب الفاسدين، لأن حقيقة الفاسدين الكبار لحد هذه اللحظة لم يتم إلقاء القبض عليهم رغم أن الدولة تعرفهم، وإذا لقوا القبض عليهم يطلقون سراحهم مرة يومين ثلاثة ويرفع الحجز عن أموالهم، لأن هذول يختلفون. وبنعال لابس نعال ابو الاصبع ما يتحاكوا يا عمي، ذولا براحتهم ما نسولف وياهم، عمي انتم تختلفون، انتم منزهين، فخليكم بنزاهتكم، خليكم بنزاهة. ان شاء الله يجي يوم ونشوفكم معلقين باذن الله تعالى، ما تطول وداعتك لو دامت لغيرك ما وصلت لك. يا ما اجوا طغاة على هالبلد، وين تاليتهم؟ تاليتهم معلقين. فاحنا إن شاء الله يجيكم الدور بإذن الله تعالى، لكن انظروا يا دولة رئيس الوزراء، انظر لهؤلاء الناس اللي أصحاب الحقوق وإجتك أموال، وزعها وجزاك الله ألف خير. ننتظر تعليقاتكم أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.